السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة وصفة بطريقتي. كفتة ديال السردين كواري بواحد الشرمولة خطيرة، كتجي زوينة بزاف وسهلة في التوجد والطريقة ديالتها جد سهلة. وكيف كنقول لكم ديما، الطياب هو التكنيك، هو الطريقة باش كنطيبو. هي بصح كنحتاجو العطرية والمكونات، ولكن التكنيك تيلعب دور بزاف في الطياب باش تطلع لك الحاجة زوينة. نبداو على بركة الله. كنحتاجو واحد الطاجين، ولا تستعملي مقله ولا جميله اللي عندك متوفر. كنديروا شويه ديال زيت المائده، كنعملوا فيها شويه ديال المطيشه مقطعه مرصوات صغار حتى لا حكيتوها كتجي زوينه، ولكن هاد الطريقه كتجي احسن. كنحتاجو ريوس ديال الثومه محكوكين، انا عملت 3 ديال الريوس. غادي نسدو على مطيشه والثومه ونخليهم حتى كيطيبوا، حتى كتذوب ديك مطيشه كامله. عاد نقدروا نضيفوا ليها التوابل ونضيفوا ليها الكفته ديال السردين. كيف كتلاحظوا من بعد ما طابت لنا مطيشه، كنحاولوا نمعسوها شويه بالمعلقه وهي كطيب، وحنا كنمعسو فيها حتى كتولي عندنا على شكل صوص. هاد الطريقه باش تنخدم مطيشه بالنسبه للطاجين ديال السردين كواري راه مهمه بزاف. كيف كنقول لكم ديما، الطياب راه هو التكنيك. التكنيك هو باش كنطلعوا الطياب ديالنا كيجينا لذيذ بزاف. بهاد الطريقه مطيشه ديالتنا كتجينا معسله وكتجي معلكه. اي حاجه بغيتو تخدموها فيها مطيشه خدموها بهاد الطريقه، اكيد الوصفه اللي غتخدموها غادي تجيكم ناجحه 100%. من بعد ما طيشه ديالي شتها تعسلات، غنقص عليها العافيه ونخليها على نار مهيله ونسد عليها ونمشي نوجد السردين كواري ديالي. انا السردين ديالي كنوجدو على هذا الشكل، كنحيد ليه الجلده الفوقانيه وكنخليه يسقطر واحد شويه، من بعد كنصوبو على شكل كفته. فاش كنبغي نطحنو كنحاول ما كنطحنو مع حتى شي حاجه، كندير معاه لا ملحه لا حتى شي حاجه، كنطحنو عادي. وحتى لاصوص ديال المطيشه اللي صاوبت حتى هي ما كنضيف ليها حتى شي اضافات، كنخليها تعسل بوحدها، يعني بلا ما كنضيف لها لا توابل لا حتى شي حاجه. من بعد عاد كنصوب واحد لاصوص كندير فيها كاع التوابل، عاد كنقسمها عليهم بجوج، كندير شويه في لاصوص ديال المطيشه وشويه في الكفته ديال السردين. غنحاول نطحن الكميه اللي عندي ديال السردين كامله، نطحن شويه بشويه حتى نخلص الكميه كامله اللي عندي. غير تبعي الخطوات اللي عملت في الفيديو، انا حطيتك الاسرار كلهم اللي باش ينجح لك الطاجين السمك السردين، راه كيجي لذيذ بزاف ما تشبعيش منه. من بعد ما كملت الطحين ديال السمك ديال السردين، كيجيني على هذا الشكل. صراحه كيجيني انني نطحنو بلا الجلده ديالته، كتجيني احسن احسن مما كنطحنو بالجلده ديالو. حتى في المذاق ديالو كيجي احسن، ما كيجيش مجهد بزاف، العكس الا طحناه بالجلده كيجي شويه مجهد في المذاق. وانت كيبقى لك الاختيار، بغيتي تحيديها حيديها، بغيتي تخليها خليها. دابا غادي ندوز نوجد معكم الشرموله اللي كنعملو في الكفته ديال سمك السردين، واللي كنعملو في لاصوص ديال المطيشه. كناخذ شويه من زيت المائده وكنضيفوا ليها كميه من زيت الزيتون. واخا تبان لك كميه الزيت شويه كثيره، راها من بعد فاش كطيب راها ما كتبقاش نهائيا باينه. تقولي ما درتش ليها كاع ديك الكميه كامله ديال الزيت. كناخذ نص حامضه كبيره، كنعصرها مزيان على هذيك الزيت، كنضيفها عليها وكنحاول ننظف من داك العظومه اللي طاحوا ديال الحامض في الزيت. كنضيف ليها ملعقه ديال الربيع كبيره، وضيفوا حتى شويه ديال الخل، قطرات ديال الخل. انا ضفتو ما تصورش ليا، حتى هو كيجي زوين بزاف في الحوت. دابا غادي نضيفوا التوابل اللي غادي نضيف انا للسمك ديال الحوت ديال السردين، الكفته ديال السردين. التوابل كنضيف الملح طبعا على حسب الذوق، كنضيف شويه ديال الابزار تقريبا ملعقه صغيره،
وكنضيف شي ديال الكمون تقريبا حتى هو ملعقه صغيره. سمكه السردين تيبغي شويه الكمون، وكنضيف شويه ديال التحميره، ملون التحميره حتى هي كنضيف ملعقه صغيره. كيف ما كتلاحظوا هادشي اللي كنضيف ديال التوابل فقط. كاينين بعض الناس كيضيفوا الخرقوم وكيضيفوا بزاف ديال التوابل. صراحه راه ما كيجيش زوين نهائيا. التوابل اللي خاصهم يضافوا هما هادو فقط: التحميره، شويه ديال الكمون، وشويه ديال الابزار، والملح. صافي. كنحاول نخلطوا ديك الشرموله مزيان مزيان، وباش داك الربيع يطلق لينا فيها وتندمج لينا المكونات كامله، دوك التوابل كاملين يندمجوا لينا مع بعضياتهم. صافي. غادي ناخذ هذيك الشرموله، غادي ناخذ واحد الكميه، غادي نضيف واحد الكميه مناسبه على الكفته ديال السردين، على سمكه الكفته السردين. وغادي نحاول نخلط مزيان مزيان باش تدخل لي دوك المكونات، دوك التوابل في الكفته. كنحاول نخلط ديك الكفته ديال سمكه السردين، كنخلطها مزيان مزيان باش تجي كلها مشرمله، ما تجيش شي حاجه شي واصله شرموله شي ما واصله شرموله. يعني غنحاول نخلطوها مزيان مزيان باش تجي كلشي الكفته كلها مشرمله مزيان. دابا غادي نحاول الشرموله اللي بقات ليا غادي نضيف عليها هذيك لاصوص ديال المطيشه اللي كنت وجدت قبيله من قبل. كيف كتلاحظوا اللون ديال الشرموله ديالنا، اللون ديالها كيبان زوين بزاف، وغير من اللون ديالها باينه انها غادي تجي لذيذه وغادي تعطي واحد المذاق زوين للحوت ديالنا. والريحه ديالها بلا ما نقول لكم، ريحتها يا سلام. وحتى مطيشه الطريقه باش خدمناها حتى هي الريحه ديالها زوينه بزاف، مع العلم انني ما ضفت لها لا توابل لا حتى شي حاجه في الاول. غير بالطريقه باش خدمتها ريحتها عطيه زوينه تبارك الله. صافي. من بعد غادي ناخذ ديك الكفته ديال سمك السردين، غنشدها غنكورها، نعملها على شكل كرات موين. انت تقدر ديرهم صغار ديرهم كبار ديرهم موين، كيبقى لك الاختيار. انا هنا الكميه اللي عملت ديال السردين عملت 2 كيلو. غنضيف ليها واحد الفلفله حاره، طبيعه الحال اللي كياكل الحار، اللي ما كياكلش الحار ما يضيفوش. غنضيف ورقه سيدنا موسى، كتعطي واحد المذاق زوين للحوت. غنضيف شويه ديال الربيع من الفوق كتزيين. كيبقى اختياري، بغيتي ما تضيفيش ما تضيفيش، لان اصلا وضعنا الربيع في الشرموله اللي شرملنا به السردين. وبالنسبه للماء حاولوا ما تضيفوش ليه الماء نهائيا، لانه هو اصلا كيطلق الماء. انا غادي نوريكم. انا ما ضفتش الماء نهائيا، ولكن من بعد ما غلى تقولي عملت له الماء وهو انا راه ما عملتوش ما زدتوش له. زينته بشرائح ديال الحامض. انا هنايا ما وضعتش الحامض المصير، ما كانش عندي متوفر. تقدري تضيفيه ليه، تضيفيه مع شرموله يكون احسن. وتقدري حتى تزيني به من الفوق عوض ما ديري الحامض عادي. صافي. انا سديت عليه يطيب. هو من بعد ما طلع بقى تيغلى. كيف ما كتشوفوا طلق الماء بزاف، دونك كون زدت ليه الماء ما غاديش يجي زوين. من احسن حاجه في السمك السردين في الكفته اننا ما نضيفوش ليه الماء نهائيا، خليوه يطيب غير في الماء ديالو صافي. من بعد ما طاب لينا كيجينا على هذا الشكل. انا كيعجبني المرقه ديالته تجي واقفه. انتي بغيتي فيه لاصوص خلي فيه شويه ديال لاصوص، راه تيجي زوين. الطاجين ديالنا كيجي على هذا الشكل، كيجي لذيذ بزاف. ما نقول لكمش المذاق ديالو كيفاش كيجي والريحه ديالو كيفاش كيجي. اروع منه راه ما كاينش. كنحاول نضف الطاجين ديالي من الجوانب. تقدري تضيفي ليه حتى الزيتون. انا ما كيعجبنيش فيه الزيتون، كيبقى كاضافه.
هاد الطاجين ديال سمك الكفته ديال السردين كيجي خفيف، يعني ما كيكونش ثقيل. نقدروا نعتمدوا عليه حتى في الوجبه ديال الفطور ديال رمضان. صحي وفي نفس الوقت كيكون لذيذ بزاف وخفيف. وحتى الزيت اللي عملته قبيله بالزايد كيف كتلاحظوا ما بقاتش كاع كتبان، بحال هذاك الكره ديال السردين كيشربوا هذيك الزيت وما كتبقاش تبان، كتجي لاصوص ديالته عاديه. اي سؤال او اي استفسار اكتبوه لي في التعاليق، راني كنجاوب على التعاليق ديالكم كاملين. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنقول لكم بسلام عليكم وخليتكم على خير.